قد تاب وابتعد. We must obey Allah. Everybody should do his best. And every person as a Muslim should live a clean life and behave in a good way. So, God or Allah will not punish us. Punishment of Allah comes after or according to or as a result of our doings or bad behavior. وكثرت الآفات في المزارع حتى اكتظت بما فيها، فعزمت على الرحيل نحو القرى التي سرعان ما ألحقته بالمدن عن طريق الخضروات الملوثة والمروية بمياه المجاري الحاوية لكل أمراض الوطن، والتي أصابت الكل في مقتل، ومنهم الفلاح الذي روى الزراعة في الخازوقات الملوثة ونقلته سيارة الإسعاف واتجهت به نحو المدن لتكتمل الدائرة الملفقة والمغلقة. We find that all over the farm insects spread and plants became dead, and this reflected to our unhealthy life. So we have many diseases. We have many body diseases according to planets, bad planets, insects, bad farmers, and we should return to do our best to change these bad manners. وفي مصر هبة النيل قد كثرت الأمراض واستوطنت، فمنها التي أماتت قبل التداوي، ومنها التي أماتت الأطفال في الأحشاء من كثرة التغاضي عن ابتلاع الحقوق المغتصبة التي تضيع في المصائب، والتي عميت بسببها الأعين التي رأت الحق فما اتبعته، وكسرت الأرجل التي سلكت طريقا ذي عوج، وفقدت الأرجل التي مشت في طريق الشر فما رجعت، بل تمادت لتصل إلى كل ما هو بعيد عن أعين الناس، حتى وصلت إليه يد الغدر إلى ما في باطن الأرض، وماتت الضمائر التي شاركت ولو بالنظر، حتى خرجت الآثار خارج البلاد وخويت الأرض من ركازها بعدما بيعت كل محتوياتها.